انا ما اعتقدش ان في حد ممكن ما يحبش الساندوتش ده، خصوصا لما يكون معمول بعيش احلى من الكريب وعيش الصاج كمان. حاجة كده في طعامة الفطير. رقاق فلاحي طري من غير فرن، دسم وغني ويتاكل حاف كده من جماله. شجعوني بلايكات كتيرة قوي، وما تنسوش تقولولي تسلم ايديكي يا ميوش. اول حاجة بتجيبي بولة كده وتنزلي فيها بكوباية من اللبن الرايب، وبصراحة ده بيخليه حلو جدا. وكمان هقولك على البديل واحنا شغالين، مع نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة من السكر. ننزل عليهم كمان بثلاث معالق كبار من السمنة. دي كانت سمنة بلدي فبتخلي طعمه خطير، ينفع مكانها نحط زبدة كمان. نقلبهم كويس مع بعض. بعد كده هضيف عليهم الدقيق، معايا نص كيلو من الدقيق. هبتدي انزل بيه كده تدريجي. نزلت بحوالي نص الكمية الاول وهقلب كده. بعد كده ابتدي بقى اعجن بايدي. هزود كمان ربع كوباية كده من اللبن الرايب، ولو مفيش عندكم لبن رايب تقدروا تستبدلوه بلبن عادي، وتضيفوا عليه كده كوباية من الزبادي. وعادي خالص كده هيتحول معاكم لبن رايب. وبكمل الدقيق اللي عندي تدريجي، استمر كمان في العجن. بعد كده زودت كمان ربع كوباية من المية السخنة. دي بتطري العجينة جدا وبتسهل كده عجنها، يعني بتدي قوام حلو قوي. وكملت باقي الدقيق اللي عندي وعجنها كويس قوي. طبعا بتزودي السوائل على حسب نوع الدقيق اللي عندك، لحد ما بتوصلي العجينة تبقى ناعمة خالص كده ومطاطية. بعد ما عجنتها كويس دلوقتي هضيف عليها معلقتين كبار من القشطة، بتخلي طعمه تحفة حرفيا. هتحسي انك بتاكلي فطير كده من جمال الرقاق بالطريقة دي. وتعجني فيها كويس كده لحد ما ترجع العجينة تتلم معاكي تاني وتبقى قوامها طري كده ومطاطي، وفيها تلزيقة. القوام ده هيطلعه معاكي حلو قوي. اهم حاجة تعجني العجينة حلو. رش الدقيق وابتدي اقطع العجينة لكور صغيرة بالحجم ده. بمسح ايدي كده مسحة من الزيت، وباخد قطعة كده وزنها من 60 ل 70 جرام في الحجم ده كده. وكمان على حسب الطاسة اللي هتشتغلوا فيها تقدروا تكبروه او تصغروه. طبعا الرقاق ده ما فيهوش خميرة ولا بيكنج باودر، فاحنا بنشتغل فيه كده على طول. قوام العجينة في ايدي يعني حلو وطري كده ولينة قوي. نغطيهم وبناخد كده اول واحدة بقى نبتدي ان احنا نفردها. نحط تحتها كده رشة من الدقيق ومن فوقيها كمان دقيق، ونفردها بالنشابة كويس لحد ما نخليها كده رفيعة خالص. الدقيق كمان هيساعد معاكم في الفرد جدا، وهيخليها يعني ما تتقطعش معاكم كده، ويبقى السمك بتاعها حلو. يعني ممكن تعملوا 3 4 كده وتبتدوا بقى تسووهم، وبعد كده تبدأوا تكملوا فرد تاني. او ممكن تعملوا يعني اللي تعملوها تسووها على طول كده وانتوا واقفين. لكن طبعا ما ينفعش نفرد الكمية كلها وبعد كده نسويها. طاسة تكون فاضية نسخنها كويس قوي، ولما تسخن ننزل بقى بالرقاقة كده بالشكل ده. نسيبها بقى على الجنب ده ثواني كده، هنلاقيها بدأت تتشمع كده ولون العجين كده بيتغير بالشكل ده. نقلبها على طول على الناحية التانية. النار بتكون عالية، نقلب فيه كده بالشكل ده، بيتنفخ معاكوا كده وبيستوي على طول، مش بيطول خالص على النار. يدوب ياخد كده لون خفيف من الناحيتين. نطلعه عشان ما ينشفش ويفضل طري وجميل كده. بنطلعها على فوطة تكون نظيفة، نغطيها كده ونلفها كويس. ونكمل بقى تسوية. الموضوع بجد بسيط خالص وسهل، مش بياخد معاكي اي وقت. ولو في اي دقيق زيادة كده على العجينة بتقدري ان انتي تشيليه كده وتخلصي منه. وهقولك كمان لو ما عندكيش طاسة تيفال او جرانيت هتعمليه ازاي، وبجد هيطلع يعني احلى من الطاسة كمان. تجيبي صينية ألومنيوم كده عادية بالمقاس بقى والحجم اللي انت عايزاه، حتى لو عايزة تعمليه كبير. وبتقلبيها كده على ظهرها. تبدأي بقى تحطي رقاقة كده وتسوي عليها عادي جدا. وبجد الطريقة دي حلوة جدا، بتديله تسوية مظبوطة. وحلوة كمان لو عايزة تعمليه كده بمقاس كبير زي عيش الصاج كده بنفس الطريقة. لما يتشمع بقى بنبتدي ان احنا نقلبه على الناحية التانية، وهيبقى معانا بجد يعني تحفة ومستوي كويس. وكمان تبقي متحكمة في النار، يعني حسيت انها عالية قوي بتهديها شوية. اهم حاجة كل ما بنخلص واحدة بنلفها كويس، بنغطيها كده، بنحطها فوق التانية. ونقفل عليهم كويس بالفوطة. مش بنزود عليه السوا خالص عشان ما ينشفش. عايزة اقول لكم بجد طعمه تحفة، يتاكل حاف كده. لو جربتوه هتعتمدوه احلى من عيش التورتيه وعيش الصاج والكريب. بالنسبة لي بجد لا تحفة. تاكلوه كمان مع الحلو او الحادق. تقدروا كمان تحتفظوا بيه في الفريزر، تطلعوه بقى بيبقى فريش وحلو قوي. وانا بحب كمان اكله بالطريقه دي، حته سمنه كده احطها في الطاسه، واخد رقاقه كده، شايفين بجد طراوته عامله ازاي. احطها بقى في الطاسه وافتحها كده بالشكل ده. وبعدين بقى تحشوه اي حشوه تحبوها. بطاطس، شاورما، جبنه موتزاريلا، ممكن تحطوا كمان خضار، جبنة رومي. أي حشوة انتوا حابينها. ألف الساندوتش بقى بالطريقة دي بعد ما يكون كده خد تحميصة حلوة.
الجبنة بقى هتخلي الساندوتش كده يبقى مقفول كويس، وحمصه على الجنبين كده وتاكلي احلى ساندوتش ممكن تدوقيه، احلى من الكريب واحلى من عيش الصاج. مطة الموتزاريلا بقى دي في حتة تانية خالص، لازم بجد تجربوه. هستنى رأيكم فيه، وما تنسوش تشجعوني بلايك للفيديو، واستنوني في وصفات جديدة ان شاء الله.